اللغة الإيطالية زيها زي أي لغة أجنبية تانية. اللغة مش مجرد حفظ كلمات، هي إتقان وممارسة. طيب إزاي أكون متقن للغة؟ وإزاي أقدر إن أنا أمارسها لو أنا أصلا ما عنديش حصيلة لغوية؟ أو إزاي إن أنا يبقى عندي حصيلة لغوية بطريقة صحيحة؟ تعالى أقول لك على تركية صغيرة قد كده تقدر إن أنت تطبقها في اللغة الإيطالية وفي أي لغة أجنبية تانية. الطريقة دي اسمها فاميليا دي بارولي. فاميليا دي بارولي يعني عائلة الكلمات. يعني إيه؟ بمعنى إن أنا من كلمة واحدة أقدر إن أنا أحفظ أكتر من كلمة وبطريقة صح، وأقدر إن أنا أستخدمها في البراتيكا بتاعة اللينجوا، يعني ممارسة اللغة. على سبيل المثال كلمة زي forte. forte دي كلمة بمعنى قوي. طيب لو أنا عاوزة أجيب منها النومة قال لي forza. forza. forza دي بمعنى القوة. طيب أنا عايزة أجيب منها الفيربو rafforzare. rafforzare. طيب هقف على كده؟ no. عندي برضو منها الافيربيو fortemente. fortemente. وبكده أنا أكون جبت أكتر من كلمة عن طريق كلمة واحدة. طيب أنا عندي القوي، برضو عندي الضعيف، حاجة اسمها debole. debole وهي ضعيف. طيب لو أنا عايزة أجيب منها النومة debolezza. debolezza. طيب هقف على كده؟ no. في عندي برضو الفيربو وهو indebolire. indebolire. طيب هقف على الفيربو؟ no. manca anche avverbio، يعني باقي كمان ظرف وهو debolmente. debolmente. وكده نكون احنا خلصنا طريقة فاميليا دي بارولي. انت كمان حاول تعمل زي ما انا عملت وسيب لي كلمة والفاميليا بتاعتها في الكومنت. تشاو.